أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم نتحدث عن الأعمال الدرامية في المنطقة المغاربية، وسنقوم بشرح بسيط لما هو الفن الدرامي. هو استخدام المهارات والخيال لإنشاء أعمال درامية تعبر عن المشاعر والمفاهيم المقتبسة من داخل الواقع المجتمعي الذي نعيش فيه. هذه أول نقطة. الأعمال الدرامية في المنطقة المغاربية لا تعبر عن هذا نهائيا وإطلاقا، هي في واد والشارع في واد. ثم أن الفن يجب أن يكون عنصر أساسي من حياتنا الاجتماعية والثقافية، والغاية منه هو تعزيز التواصل وفهم الثقافات المختلفة، وينعكس هذا عن تطور المجتمع المغاربي الذي نعيش فيه، وهو أيضا وسيلة للتعبير عن المشاعر، معتقداته والأفكار، وهذا يساهم في فتح آفاق جديدة للتفكير والتواصل. طبعا مسلسلاتنا الدرامية لا تفتح أي مجال للتفكير والتواصل، هي تفتح مجال واحد: عدم الرضا من المتلقي. ورغم هذا يقومون بتكرار التجربة كل عام، وخاصة في شهر رمضان الكريم يأتون بمسلسلات لا تعبر عن روح المجتمع. يذهبون إلى قاع المجتمع ويحاولون أن يسوقوا لنا أن المجتمع يعيش عيشة عبارة عن لقطات خليعة، كلام بذيء، حبكة درامية تفتقر إلى أبسط المعايير الفنية. لهذا يجب أن نكون حريصين عند إنتاج هذه الأعمال. يجب أن تكون الأعمال تعبر عن واقعنا اليومي الذي نعيشه، أو واقعنا التاريخي بدون تزييف كما هو. يجب أيضا أن تكون لدينا رؤية لثقافتنا المجتمعية في المنطقة المغاربية. ثم أن هذه الدراما لا تعبر عن السياق الاجتماعي للشعوب المغاربية ولا السياق السياسي بالمرة. ثم إنهم فشلوا في استعمال التكنولوجيا للابتكار. نفس الموسيقى، موسيقى مسروقة من دولة في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية أو أوروبا، أو اقتباس موسيقى وخلطها بموسيقى أخرى والقيام بعملية توزيع أو ميكساج، خلط مع بعضه، ثم يقول لك هذه هي الموسيقى التي تصاحب هذا العمل الدرامي. المشكلة ليست في المواطن المتلقي، المشكلة عند هؤلاء الذين ينتجون هذه المسلسلات التافهة، لا قيمة أخلاقية، لا قيمة ثقافية، لا تستفيد من هذه المسلسلات أي استفادة. ثم أنهم يوجهون سمومهم إلى الفئة العمرية المتراوحة بين 14 إلى 23 عام، يضحكون عليهم بتصوير واقع بائس لا يعبر عن حياتهم اليومية، ثم يحولهم إلى مجرمين، ويحول البنت إلى فتاة تيك توك، يجعلها تتمرد على أهلها وهي صغيرة. كل هذا يحدث في الدراما المغاربية بلا استثناء. نادرة جدا الأعمال الهادفة. عندما نشاهد عمل درامي أو مسلسل يجب أن نشاهد القيم المغاربية، الأسرة المغاربية التي تسعى إلى أن يكون ابنها مهندس، أو الأسرة المغاربية التي توجد فيها اختلافات في التوجهات الحياتية. مثلا طموحات كل فرد تختلف عن الآخر. حتى عندما يقومون بالتصوير، الأماكن التي يصورون فيها بائسة ولا تعبر حتى عن الدراما التي يعرضونها المجتمع. هناك مناطق خلابة في المنطقة المغاربية، هناك مناطق سياحية ممكن التعريف بها من خلال هذه المسلسلات. إنتاج مسلسلات تعبر عن واقعنا، كيف تدبر المرأة شؤونها في البيت، كيف تختلف مع زوجها والأطفال لا يعلمون. هذا هو المهم. هذه هي القيم الأسرية التي نشأنا عليها والتي نريد أن نراها في مسلسلاتنا، ولكن للأسف الشديد دائما يأتون بالشواذ ويريدون أن يقولون لنا هذا واقعنا ويجب أن نتحدث عن كل ما هو مسكوت عنه. أنا أقول لك أن الحياة الأسرية المغاربية مسكوت عنها، حياتهم اليومية مسكوت عنها. الأب الذي يجتهد ليحضر القوت لأولاده لا يذكر، قدموها أنه شخص بائس مسكين ذليل. لا، هذا الأب هو يجتهد صباحا
مساء ليلا لإسعاد أسرته بالإمكانيات الموجودة. وكثير من الأسر المغاربية تعيش هذا، ولكنهم يتعمدون الإساءة إلينا بتجار المخدرات، العصابات، البنت تحمل خارج إطار الزواج، الأب يعنف الزوجة، الزوجة تخون الزوج. هذا الكلام غير مقبول بالمرة. وبدون استحياء يقدمون لقطات رومانسية مسروقة من الأفلام الفرنسية وحتى الأفلام الأمريكية إلى حد ما. من غير المعقول أن يقبل رجل امرأة وأن يقول لها كلام بذيء، أو أن تقول امرأة كلام بذيء. هذا يجب أن يتوقف، ويجب أن تكون هناك قوانين صارمة للتصدي لهذا العبث. يجب أن يعلم كل منتج وكل مخرج وكل صاحب قناة أن المواطن المغاربي يستحق أكثر مما تقدمون. أنتم تقدمون إلا الرذيلة والخلاعة وقلة الأدب والأخبار الزائفة والأكاذيب ونشر الإشاعات. ودائما تقدمون مسلسلات فيها البنت صغيرة مراهقة ويعطونها دروس كيف تعمل حبيب وكيف يكون عندها صديق وكيف تتعامل. هذا الكلام غير مقبول بالمرة، غير مقبول بالمرة. يجب أن نكون حريصين على ثقافتنا المغاربية، لأن هذه المسلسلات هي التي تشجع على تجارة المخدرات، تشجع على الرذيلة، تشجع على عقوق الوالدين، تشجع على كل أشكال الانهيار الأخلاقي داخل المجتمع. وفي النهاية أستودعكم الله، وإن شاء الله في فيديو قادم.